كتشوفوني غير كناكل. هادشي اللي كاين. غادي نقول لكم السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. انا في واحد البلاصه سميتها الداليه، بحر سميتو الداليه. ايوا وغادي نشارك معكم ان شاء الله، ناكلوا نحيدوا جوعنا ونوضوا نضربوا واحد الطويره ونوريكم هذا البحر كي داير حتى نتوما تعرفوا البلايص الاخرين اللي كاينين. المهم داك النهار كنت صورت باليونش وعجبات بزاف ديال الناس، ودابا جينا للداليه حتى هي كتفوت واحد باليونش واحد الشويه. المهم فين مشينا راه غادي نصور لكم ان شاء الله. دابا غادي نجلسوا شوفوا وجهنا مزروبين ومركزين ويا انت. والفيديو اللي شفتونا فيه غتلقاونا كناكلوا ديما الماكل. يلا خليكم معنا. هذا هو الشاطئ هنا الدخله، وهذا الشاطئ الصراحه اول مره غادي نجي ليه وما نكذبش عليكم عجبني بزاف بزاف لدرجه انه هو اللي بقينا كنتبحروا فيه من نهار مشينا بقينا كنرجعوا ليه. صافي هربنا من الزحامات كيف ما قلت لكم، هربنا من الزحامات بقينا كنجيو لهنايا لان هنايا واحد الراحه ما نعاودش لكم. شاطئ اللي نقي بزاف بزاف، فيه ما يتشاف. حتى هو جا وسط الطبيعه، جا وسط الجبال وسط الشجر. كاينه هنا واحد الغابه غادي ابخي غادي نوريها لكم. يمشيو الناس تما تيديروا البيكنيك، يطيبوا تما. عجبني هنا بزاف 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 وفيه ما يتشاف. هو حتى هو بتي فيلاج ولكني رائع رائع. ما كتلقوش فيه الناس بزاف، ما كتلقاو فيه غير الناس ديال البلاد. الافضل هنا اللي عجبني اكثر انهم دايرين لي شوف هاد البارطاج اللي كنعابر اللي معاك كلشي دايرين ليهم بلاصه الالعاب. يعني ما يبقاوش غير وسط الماء وصافي، كاين فين يتلاشاو. هذه وقيله احسن حاجه شفتها انا وعمرني شفتها في شي بحر اخر، هي هاد القضيه هذه ديال الناس المعاقين. عندهم واحد الاسباس خاص بهم افيك واحد الممر، ها هو اللي كيمشي كيدي كيدخل حتى البلاصه وتيمشيو ليه الناس المعاقين باش تيسهل عليهم حتى هما يتبحروا. وهذا الممر هذا تيهبط حتى للبحر، والله الا احسن حاجه. هادو هما الكراسه اللي تيدخلوا بهم المعاقين يعوموا، الناس ذوي الاحتياجات الخاصه. غنوريكم دايرين عندهم دايرين جوج خاصين. الشباب والشباب يلا نمشيو. الصراحه بحر ما عندي ما نقول عليه، منظم منظم اكثر من القياس لدرجه انك تحشم تلوح شي حاجه في الارض. هانتوما كتشوفوا دايرين كل بوبيل لاش خاصه. الناس ديال النظافه خدامين كيجمعوا، ما كتلقاش شي حاجه محطوطه في الارض. واحد لاسباس اللي خطير خطير، منظم بزاف ورائع رائع. وهذه هي الحاجه اللي قليل واش تلقاوها في شي بلاصه. هنا دايرين واحد المكتبه كيجيو الناس اللي يقنطوا ولا اللي هادي، واخا قليل اللي كيجي، ما كاينش اللي كيقنط في البحر. المهم كيجيو هنايا كيجلسوا كيقراو، كاينين كتوبه، كاينين قصص، كاينين تلوين بالنسبه للوليدات الصغار. المهم انا لاول مره غادي نشوف هذا السباس هذا في شي بلاصه. هذه هي الغابه اللي قلت لكم، كاينه غابه كبيره هنايا تيجيو الناس كيديروا البيكنيك تيطيبوا. وكيف ما قلت لكم انا راه اول مره غادي نوصل لهذا البلاج هذا، يعني ما كنتش عارفه. عجبوني الديور، عجبتني السكنه هنايا قريبه للبحر. صراحه واحد البحر واعر نقي، ما كاين ما يتقال، منظم، الناس ديالو منظمين.
وديما تنقول لكم ملي كتخلط الجماليه ديال الجبال والبحر والطبيعه راه تعطي واحد المنظر رائع. عرفتوا الصراحه احسن بحر وقيله في هاد الجهه ديال الشمال هو هذا اللي جينا ليه اليوم. كنا مضيعينه والله الا كنا مضيعينه وما كنوصلوش لهنا. اليوم فاش وصلت الدنيا واعره واعره ونظيفه منقه. عرفتوا عجبني بزاف وعرفتي على ضغط كاين في المضيوف وفي مارتين راه واحد الضغط راه ما نعاودش لكم. راه كنبغي نصور ما كنقدرش حيت ما يمكنش الدنيا عامره. بغيتو تجلسوا في قهوه ما تلقاو، بغيتو تستاسيونيو ما تلقاو. الدنيا هذا العام زعما لا اله الا الله. هادشي علاش وليت انا كنفضل نهرب نمشي لبحور اخرين واكتشفت هاد البلاصه هادي والله العظيم الى رائعه وشي سكنه فيها. انا قررت غادي نجي واحد 3 ايام نجلسوا هنايا نبقاو نتكالماو شويه او نفاص مع البحر. ما كاين لا طوموبيلات لا سير لا جي لا هادي، غير نتسارحوا واحد شويه. وكاينين مرافق واعرين. دابا نوريكم عرفتوا الدوش اللي كاينين ولي طواليت وداك الشيء نقي وانا عجبوني بزاف والله العظيم. راكم عارفين الانسان ضروري كيحتاج طواليت في البحر كيقيم النهار كامل. الطواليطات نقيين مجهزين لافابو. داك الشيء زعما واعر ما كاينش في شي بحر اخر لا في مارتين لا في المضيق لا في والو. كاع دوك البحور اللي في تطوان حتى واحد ما بحال هذا البحر. هذا نمبر 1 والله. وعجبني داك الكتابه اللي بغى يمشي يعني وسط البحر كتب كتاب تمشي تقراي. داك ليسباس اللي دايرين على قبل الناس اللي وريت لكم المعاقين. يعني بزاف ديال الحوايج اللي زوينين ما تلقاوهمش في شي شاطئ واحد اخر. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. انا درت لكم فيديو قصير لان التليفون ديالي غادي ديشارجا وقلت اللهم هكا كل مره نحط لكم شويه ولا ما تشوفونيش كاع. المهم نتلاقاو في فيديو جديد بشي حاجه جديده. وسمحوا لي راه ما ضاربني البرد قتلني البرد مولفه الحراره ديال الليل. جيت هنا لقيت البرد. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد بشي حاجه اللي جديده شي حاجه اللي تعجبكم.